بتغير عليه وبترد مكانه على المعجبات، وهو ما بيظهرهاش في فيديوهاته. وسفرها تركيا اكتر مكان بتعشقه، وبقى لهم اكتر من 5 سنين متجوزين. بس قصه الحب دي خلصت بسبب الحسد، واول ما نزلوا صورهم في المصيف ما عداش كام يوم وانفصلوا. كواليس البلوجر محمود هليل وريهام اشهر كابل على السوشيال ميديا. يا ترى ايه اللي حصل؟ ايه حكايتهم؟ ليه كان رافض ظهورها؟ هل فعلا العين فلقت الحجر والحسد سبب الانفصال؟ صدمه كبيره من المتابعين بعد الخبر. مفاجآت كتير هنعرفها في فيديو النهارده. مسميها ام العيال، وكانت هتروح منه بسبب الولاده الاخيره، واللي حصل لها وهي في اوضه العمليات كان هيتجنن عليهم، وكانوا زي السمنه على العسل لحد ما الكل اتفاجئ بخبر انفصالهم. محمود وريهام اشهر كابل على السوشيال ميديا، ما عداش كام يوم على صورهم وفيديوهاتهم وهم في المصيف، وحصلت خلافات والحسد دخل بينهم لدرجه ان المشاكل وصلت لحيطه سد، وانفصلوا رسميا عند مأذون. محمود وريهام كانوا لسه منزلين صورهم وهم في الساحل مسافرين وبيعوموا، ومنزلين صوره كاتبين عليها عيلتي، ومتصورين مع ال3 اطفال، ولدين وبنت، وكان حاضن مراته وكانت طايره من الفرح. نزلوا كمان كميه فيديوهات كوميديه عن البحر والساحل ومغامرات الست والراجل في البحر وكواليس كتير بقى. لكن اللي ما كانش متوقع ان السفريه دي تقلب بنكد بالشكل ده. ما عداش كام ساعه على صورهم المبهجه الحلوه دي، ومحمود طلع وقال بوست كتب فيه: اكيد مش حابب انزل حاجه زي دي، ولا كنت متوقع ان في يوم من الايام انزل البوست ده، بس قدر الله ما شاء فعل. تم الانفصال بيني وبين ريهام رسميا، وكل حاجه تمت بالاتفاق والتراضي بينا، وربنا يعوضها خير ويعوضني خير. وده اول واخر بوست هتكلم فيه عن الموضوع ده، لان من اول ما ظهرنا على السوشيال ميديا وحياتنا الخاصه خط احمر. وهنا ناس كتير اتفاعلت مع البوست، وفي اللي قال له ربنا يعوضك، وفي اللي قال له ده حسد، وازاي ده حصل، ده انتوا لسه منزلين صوركم وانتوا بتتفسحوا ومسافرين، وفي اللي دعا لهم انهم يرجعوا لبعض، وده من كتر حب الناس للكابل ده وقد ايه هما الاثنين لايقين على بعض. واللي ما يعرفش محمود وريهام فهم من اقدم واشهر الكابلز اللي ظهرت على ساحه السوشيال ميديا كلها، بقالهم اكتر من 5 سنين متجوزين. مفيش فيديو بينزل الا وبيعدي ملايين المشاهدات من كتر ما بيمس كل المشاكل اللي بين الراجل ومراته، بس بطريقه كوميديه. محمود وريهام قصه حب بقالها سنين وسنين، بيحبوا بعض وبيغيروا على بعض لدرجه انه كان منع ظهورها وهي بتظهر معاه بصوتها وبس. واحده واحده بقت بتظهر معاه، ودايما يقول انها الداعم الاول ليه في كل حاجه بيعملها. ريهام هي السبب في انهم يظهروا على السوشيال ميديا، لانها هي اللي كان نفسها تعمل محتوى فيديوهات، لحد ما واحده واحده فيديوهاتهم جابت وبقت منتشره جدا، والكل عرفهم واتشهروا، وحياتهم تحولت 180 درجه، وبقوا بيصوروا في برامج تلفزيونيه وصحفيه. ريهام بتغير عليه جدا لدرجه ان هي اللي بترد على المعجبات بفويسات وبتطفشهم. ولما اتسالت بقى ممكن لو القرش جري في ايد جوزك يتجوز عليكي، كان ردها مفاجاه وقالت ايوه ممكن يعملها، وقلبوا الموقف كله ضحك وهزار. محمود فاجئ ريهام بعد كام سنه من جوازهم بانه جاب لها شقه الاحلام، شطبها وسلمها المفتاح وهي ما كانتش مصدقه، وطارت من فرحتها وعيطت كمان من كتر ما كانتش مصدقه. ومش بس كده، ده عمل مشروع الحلم هو وشريكه احمد عجمي، وهو صاحب شركه تشطيبات وديكورات، وكل المشاهير وعلى راسهم حمو شاكر وياسمين فرشوا من عنده بيتهم القديم اللي كان في البحيره، وعمل لها مطبخ الاحلام. ريهام ما كانتش بتسيبه في خطوه واحده، لدرجه انها كانت بتروح له المكتب وتجيب له ورد، لكن الحلو ما يكملش، والمشاكل حصلت بينهم ووصلت للانفصال. يا ترى تفتكروا فعلا كده حكايه الكابل ريهام ومحمود خلصت، ولا في امل انهم يرجعوا لبعض تاني، وكمان يرجعوا الفيديوهات بتاعتهم اللي بتضحكنا وبتعبر عن كل بيت مصري؟